جماعه دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها المتجهات. في المتجهات بنتكلم عن نوعين من الكميات، حاجه اسمها كميه قياسيه، حاجه اسمها كميه متجهه. كميه قياسيه، كميه متجهه. ماشي. الكميه القياسيه دي بيلزم تعيينها معرفه المقدار فقط. كميه متجهه يلزم تعيينها معرفه المقدار والاتجاه. ازاي حضرتك؟ افهمك بكل بساطه. احنا بس اول بس نعرف تعريف الكميه القياسيه. هي الكميه التي يلزم لتعيينها معرفه مين؟ المقدار فقط. زي الكتله، ما اقول لك عندنا جسم كتلته 50 كيلو جرام، خلاص كتلته 50 كيلو جرام. ما اقول لك جسم وزنه 50 ثقل كيلو جرام، لا، الوزن بيكون لاسفل، فليه مقدار وليه اتجاه. فالكتله مش مشكله، هي مقدارها 50 كيلو جرام، اما كوزن لازم نعرف مقدارها فين واتجاهها فين. دي اول معلومه صغيره. طيب مثال صغير على الكميه القياسيه هو المسافه بالنسبه لي. المسافه كميه قياسيه، بقول لك اتحرك 5 سم، اتحركت 5 سم في اتجاه ايه مش فارق. لكن ما اجي اقول لك الازاحه بقى، ما اقول لك اعمل لي ازاحه مقدارها 5 سم، هتقول لي ازاحه، قلت مثلا حرك لي، ركز كويس، حرك لي القلم ده، اعمل له ازاحه 5 سم، هتقول لي ازاحه هل كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا لفوق ولا لتحت، صح ولا غلط؟ فالازاحه لازم المقدار والاتجاه، اما المسافه مش مشكله، حرك لي ده 5 سم هتحركه 5 سم، اعمل لي ازاحه لي 5 سم، لا، ازاحه في اتجاه ايه؟ ومقدارها قد ايه؟ لازم تعرف مقدار واتجاه، ماشي؟ طيب فهنا الكميه المتجهه يلزم لتعيينها معرفه المقدار ومين يا جماعه؟ والاتجاه. مثال صغير عليها الازاحه. خلاص يا ولاد؟ عايزين بقى نعرف الفرق بين المسافه والازاحه في المسائل اللي جايه دي. بيقول لك عندنا شخص تحرك من الف ل ب. تحرك من فين لفين؟ ورجع يتحرك من ب لج. ده 7 سم وده 3 سم. وجاي يقول لي هات المسافه قد ايه والازاحه قد ايه؟ اقول له صلي على النبي، يقول لي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، 3 مرات يا انت هو. طيب بص يا صديقي، المسافه اسمها طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم. الجسم اتحرك من فين لفين؟ من الف ل ب ورجع من ب ل ج. فكده بالنسبه لي المسافه هتساوي الالف ب صح؟ زائد الب ج، 7 زائد 3 يديك قد ايه؟ يبقى مسافه قد ايه يا ولاد؟ 10 سم. طب جه قال لك هات الازاحه، قال لك يا باشا عشان تعرف الازاحه لازم تحدد البدايه فين والنهايه فين. بدايتي ونهايتي وصل بينهما تصل الازاحه، يبقى هي اقصر خط مستقيم بين البدايه والنهايه. يبقى تعريف الازاحه وعباره عن ايه يا تقى؟ اقصر خط مستقيم بين البدايه والنهايه. في البدايه والنهايه فالازاحه بتاعتنا تبقى كام؟ 4 سم. بس لازم تقول له في اتجاه الف ج شعاع، لازم تحدد الاتجاه. يبقى هي الازاحه بتاعتي اهي، هي ال4 سم دول بقيه ال7، بس اقول له في اتجاه مين؟ الالف ج. طب مثال تاني توضيحي اكتر. حضرتك هنا في شخص تحرك من الف لب ثم من ب لج، اتحرك هنا 4 اتحرك هنا 3 وده مثلث قائم، وجاي بيقول لي هات المسافه. ماشي. المسافه طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم، فاقول له المسافه هتساوي كام سنتي؟ 4 زائد 3، ما هو مش من الف لب هو من ب لج، تطلع كام سنتي؟ 7. عدي. هخش على الازاحه. في البدايه ايه؟ والنهايه فين؟ وصلهم ببعض، هي دي الازاحه. هجيب فيثاغورس كام؟ فالازاحه هتساوي 5 سم في اتجاه الف ج شعاع. حد فيهم حاجه؟ بص بالبلد كده المسافه دي عامله زي واحد غلبان بيمشي زي ما هو قال له. الازاحه واحد تاني يبقى عارف الشوارع كلها، فيختصر اقصر طريق بينجز منه.
ايه اللي خلاني من الشارع ده لده؟ طب ما في شارع تاني بيودينا على طول، فاهمين؟ دي معرفه الايه؟ الازاحه. طيب صلي بقى على النبي واحده كمان تثبيت على الموضوع. اسالي. مش فاهم الازاحه؟ المسافه هو اتحرك من الف راح لج، فهيمشي ازاي؟ من الف لب 4 ومن ب لج مشي كام؟ طيب ده اللي احنا عملناه. وليه ما جمعناش الخمسة؟ مش معانا، ما هو اتحرك من الف وعايز يروح لج، ماشي. فمشي عن طريق، ما هو قدامه طريقين. مستحيل الشخص يمشي في طريقين مره واحده، هو يمشي طريق يا طريق، صح ولا غلط؟ يعني هو يتحرك من الف لب ومن ب لج كده خد طريق، يا اما ياخد الطريق ده، فلو خد الطريق ده اسمه ازاحه، لو خد الطريق ده مسافه. ما ينفعش بقى يمشي هنا ويمشي هنا، ازاي؟ هو شخص واحد، صح ولا غلط؟ بس. طيب واحده تاني ألف ب ج د ه. معايا أختي، شخص اتحرك من ألف وصل عند الهاء، راح من ألف وصل عند الهاء، عمل مسافة وإزاحة، وراح مديني هنا 3 4 12 5. جاهزين؟ أولاً المسافة هجمع المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم، فالمسافة هي عبارة عن مين؟ من ألف لب 3، من ب لج 4، من ج لد 5، من د له 12، صح ولا غلط؟ تطلع كام الناتج؟ 23. طب الإزاحة، بص الإزاحة حدد بدايتك، فين بدايتي؟ فين نهايتي؟ وصلهم ببعض. هي دي الإزاحة. فيثاغورس 5 فيثاغورس 13، فتساوي 18 سم في اتجاه ألف ه. في اتجاه مين؟ ألف ه شرح. يبقى تاني ايه الكمية القياسية؟ ده غلط. هم اللي جمعوا مش انا جمعت. طلعتوني ماشي، يلا معايا، احنا جبنا المسافة، قلنا المسافة بتيجي ازاي؟ هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم، اما ازاحة اقصر خط مستقيم ببداية ونهاية. فهمتوا ازاي بجيب مع الرسومات؟ فيها اي مشكلة؟ بأمانة الله. اخش في اللي بعده. اللي بعده اسمها ايه؟ قطعة مستقيمة موجهة. احنا خدنا زمان ده اسمه ايه؟ ألف ب، صح؟ ألف ب قطعة مستقيمة. طولها كام؟ 5. فاكر كنا بنقولها زمان ألف ب قطعة مستقيمة بتساوي 5 سم. طيب. كان لها بداية وإيه؟ ولها نهاية. ده ألف ب قطعة مستقيمة. بس عاملة كده. لها اتجاه. فين بدايتها؟ وفين نهايتها؟ فليها بداية ولها إيه؟ نهاية ولها اتجاه. فلما بكتبها بكتبها كده. ألف ب إيه؟ متجه. خلاص؟ تمام. في أي مشكلة؟ يبقى ألف ب مين يا جماعة؟ متجه. تمام. الألف ب متجه دي بنسميها قطعة مستقيمة موجهة، لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. يبقى تعريف القطعة المستقيمة الموجهة هي قطعة مستقيمة لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. أما دي لها بداية ولها نهاية ولها طول بس ملهاش اتجاه. خلاص؟ طيب طبعا دي لها بداية ولها نهاية ولها طول ولها اتجاه. يبقى القطعة المستقيمة موجهة لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. خد بالك إن الألف دي متجه غير ليها ألف متجه. صح ولا غلط؟ الألف دي متجه كده مش بيساوي بيها ألف متجه، بيساوي سالب بيها ألف متجه. ليه؟ عشان عكسه في الاتجاه. خلاص؟ كلام جميل. إيه بقى اللي جاي اسمه إيه؟ تكافؤ قطعتين مستقيمتين موجهتين. إمتى القطعتين المستقيمتين الموجهتين تتكافئ يا براء؟ قال لك إذا كان لهما نفس المقدار. دي كام سنتي؟ دي كام سنتي؟ 5. كده دول قطعتين مستقيمتين عاديين لهما نفس الايه؟ المقدار. كده قطعة مستقيمة موجهة. كده قطعة مستقيمة موجهة لها نفس المقدار ولها نفس الاتجاه. ليه لها نفس الاتجاه؟ ما هي من ألف ل ب نازلة كده صح؟ ومن د ل ج نازلة.
لها نفس الاتجاه، الاثنين شرق، اثنين غرب، اثنين شمال، اثنين جنوب، ما ينفعش واحده شمال وواحده جنوب. خلاص؟ يعني السهم بتاعهم نفس الاتجاه. طيب يبقى امتى تتكافئ القطعتان المستقيمتان الموجهتان؟ اذا كان لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه. كلام جميل، كلام زي الفل. هنجيب مثال على تكافؤ قطعتين مستقيمتين موجهتين. تعرف تقرا؟ اقرا كده مثلا ا ب ج د متوازي اضلاع. السهم مكتوبه هنا لها نفس المقدار، صح؟ لها نفس المقدار واتجاه. طيب بيقول لك ا ب ج د متوازي اضلاع، ارسم متوازي اضلاع، اسمه ايه يا خالد؟ ا ب ج د. تقاطع قطران فين؟ في مين؟ القطرين اتقطعوا في مين؟ صح ولا غلط؟ ماشي. بيقول لك هل ا ب، بص ا ايه؟ في البدايه، في النهايه، فما جيت اكتب اعمل السهم كده. خلاص؟ ده ا ب متجه. يكافئ د ج متجه؟ ليه؟ لهما نفس المقدار عشان قد بعض، عشان متوازي اضلاع، ولهما نفس الايه؟ يا متكافئين ولا لا؟ اروح كده هو رقم واحد ا ب يكافئ د ج. لو قال لك لماذا؟ هتقول ان لهما نفس المقدار والاتجاه. حنين نوران على وزن ايه؟ اطراف. ماشي ركز. فوق اسال. هو القطرين بينصف كل واحد. وأكون زعلت يا نوران. أيام دول بهزر والله. ماشي. وأنا قلت إيه؟ أنا قلت إن هو أي حاجة مش في حاجة. يلا نخش على اللي بعده. رقم 2. بص يا اقرأ كده بحماسة. عيب ما تسمعش أنت صغير. ما تسمعش دلوقتي. ألف ميم وميم ج متكافئين. نعمل الأسهم. فين ألف ميم يا خالد؟ ألف ميم اهو، صح؟ ولا إيه؟ ما هي بدايته ألف ونهايته ميم، فهمت كده؟ طب والتاني؟ ميم ج. ميم ج أهو. متكافئين؟ ليه؟ لهم نفس المقدار والاتجاه، فأقول له رقم 2 ألف ميم يكافئ ميم ج. حد عنده اعتراض؟ خد بالك إن ألف ميم قد ميم ج. وب م قد م د، عشان دي متوازي اضلاع، القطران ينصف كل منهما. ممكن اسال سؤال، هو لو ا م ده ب5 تعرف تجيب ا ج؟ يبقى ا ج بكام؟ ا ج ب10 معناه ان هو قد ا م مرتين. يبقى ا ج ب10 معناه ان هو قد ا م مرتين، فممكن اقول ان ا ج يكافئ ا م 2 ا م، وفي نفس الوقت الالف ج يكافئ 2 م ج. طب والب مين؟ نص ب د. طب والب د 2 ب مين و2 م د، صح كده؟ تاني يبقى الالف ج قد الف م مرتين. طب والب د قد ب م مرتين، صح كده؟ كلام جميل. طيب تعال نشوف رقم كام اللي جاي دي؟ رقم 3. رقم 3 بقول لك هل ألف ميم يكافئ ألف ج؟ هل ألف ميم يا أحمد قد ألف ج مرتين؟ آسف، ألف ميم بيساوي ألف ج؟ لا، يبقى ألف ميم لا يكافئ ألف ج، ليه؟ لأنهم غير متساويين في المقدار، مع إن لهم نفس الاتجاه بس مش متساويين في المقدار. ركز معايا يا كابتن. رقم 4 اللي جاي بقول لك هل ألف ج يكافئ 2 ألف ميم؟ ألف ج قد ألف ميم كم مرة؟ يبقى أقول ألف ج فعلا يكافئ 2 ألف ميم. صح يا ولاد؟ فيها مشكلة؟ نخش في الرياضة؟ نخش في الرياضة. صلي على رسول الله. قبل ما نخش أخذنا إيه؟ بسرعة كده شفوي كمية قياسية وكمية متجهة. الكمية القياسية يلزم من تعيينها معرفة المقدار فقط، مثل إزاحة، كتلة، صح كده؟ آسف، مسافة، كتلة. طيب اللي بالنسبة للإزاحة للمتجهة يلزم من تعيينها معرفة المقدار والاتجاه، مثل الإزاحة والوزن. خلاص كده؟ كلام جميل. طيب إيه الفرق المسافة والإزاحة؟
المسافة طول المسار الفعل الذي يسلكه الجسم. أما الإزاحة أقصر خط مستقيم يصل بالبداية والنهاية. وخدنا مثال عليه. اتكلمنا عن حاجة اسمها القطعة المستقيمة الموجهة. إيه القطعة المستقيمة الموجهة؟ هي قطعة مستقيمة لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. طيب تكافؤ قطعتين مستقلتين إمتى يتكافئوا؟ إذا كان لهما نفس المقدار والاتجاه. كلام جميل. هنخش في الرياضة بالنسبة لنا اللي هي المتجهات. وصلي بقى على رسول الله. دلوقتي يا أولاد لو إحنا عندنا شخص واقف عند نقطة واو، والشخص ده يا باشا اتحرك مسافة س. تعال نقول اتحرك مسافة 5 عند محور السينات وطلع فوق 12، صح؟ هو واقع هنا وقف عند المكان ده. المكان ده بالنسبة لنا اسمه ألف، صح؟ مش عبارة عن حاجتين س وصاد. اتحرك على السين 5 والصاد 12 فتبقى اسمها 5 وإيه؟ طيب ده كده بنسميه إحداثي. إحداثي يعني يعرفك الشخص اتحرك، اسمها إحداثيات النقطة. الشخص اتحرك في السين قد إيه والصاد قد إيه؟ حلو؟ حلو. الإحداثي ده أنت جبته بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنقطة واو. عشان الكلام كله على واو، عشان خارج من بداية واو. يبقى كده اسمها نقطة البداية مين؟ واو. ووقف عند مين؟ فده بنسميه متجه. من واو ألف ده اسمه متجه. فالمتجه اسمه واو ألف. ليه بداية وليه نهاية. فالواو ألف ده إحنا بنطلق عليه ألف. فلو قلت ألف هي اسمها إيه؟ طب لو حد قال لك يعني إيه متجه واو ألف؟ يعني عبارة عن إيه؟ موضع النقطة ألف بالنسبة للنقطة واو. فاهمين حاجة؟ يبقى المتجه ده النقطة دي اسمها نقطة في مستوى الإحداثيات. موضعها كام وكام؟ هتقول لي 3 و4. 3 و4 بالنسبة لمين؟ بالنسبة لواو، صح كده؟ فده بنسميه واو ألف متجه. يعني موقع الألف بالنسبة لواو. خلاص؟ لو قلت لك واو س، موقع السين بالنسبة لواو. طب مثلا فيما بعد يعني هقول لك ألف ب متجه، موقع الب بالنسبة للألف، وهكذا بعد كده إن شاء الله. ألف ب موقع الب بالنسبة للألف. مش احنا قلنا إيه؟ لا صح. ماشي. مش احنا قلنا هنا موقع مين؟ الألف بالنسبة لواو. فلو قلت ألف ب الب بالنسبة للألف. خلاص؟ ماشي. نرجع بقى إيه؟ نتكلم مع بعض. ده كده المتجه يا أولاد. ده المتجه بيكتب كإحداثيات بالشكل ده 5 و12. وساعات بيكتبوه 5 في اتجاه السين زائد 12 في اتجاه الصاد. اسمها طريقة كتابة المتجه. المتجه بيكتب كام صورة؟ النهارده 2 لسه. الحصة الجاية هناخد واحدة كمان، ماشي؟ هناخد النهارده 2 بس. أول شكل ليه زوج مرتب بنسميه إحداثي. وتاني حاجة اسمها كتابة المتجه بدلالة متجهات الوحدة الأساسية. كتابة المتجه بدلالة متجهات الوحدة الأساسية. خلاص يا ولاد؟ كلام جميل، كلام زي الفل. صلي معنا. ايه دي؟ متجه بيساوي كام وكام؟ مش ممكن اكتبه كده؟ 2 س زائد 3 ايه؟ طب سؤال. هو مش ده 5 وده 12؟ الازاحه كام؟ 13. ايه بقى الازاحه؟ اللي هو طول واو الف، صح ولا غلط؟ طول ايه؟ جبته ازاي؟ جبته ربعت ال5 وربعت مين؟ ال12، صح ولا غلط؟ تحت الجذر. إذا لو أنا عايز أجيب حاجة اسمها الطول، إحنا عندنا الطول في الرياضة للمتجه بنسميه معيار. يبقى ده اسمه إيه؟ معيار المتجه ألف. يبقى إيه المقصود بالمعيار؟ الطول. خلاص؟ طب بيجي إزاي حضرتك؟ قال لك جذر مربع السينات زائد مربع الصادات. يعني جذر مثلا حضرتك كام؟ 4 زائد 9 بالنسبة لدول. تطلع جذر كام؟ 13. طيب المتجه اهو. جبنا شكل تاني ليه اسمها كتابة المتجه بدلالة متجه الوحدة الأساسية. رجعنا جبنا حاجة اسمها إيه؟ المعيار. رجعنا جبنا حاجة بقول لك هات حاجة اسمها إيه بقى؟ 3 ألف. إيه 3 ألف دي؟ يعني أضرب ألف في 3. اضرب ألف في 3 6 9. سالب 2000. سالب 2 في 2 سالب 4 سالب 6. بس ممكن ما تلاقيش في الاختيار بتاعك كده. تاني عامل ايه؟ تمام؟ اخش
يلا بسم الله ابدأ. ادي منتجع اسمه ايه؟ ألف. إحداثيات 5 وكام؟ وب منتجع كام وكام؟ -3 و4. والج منتجع ادي عاوز يجمع ألف زائد ب. عادي ألف زائد ب. ألف و3 ب جمع 5 زائد -3 2 3 زائد 4 7 خلصوا. في مشكلة؟ اللي بعده 2 ألف ناقص 3 ب. ما معنى 2 ألف؟ أضرب ألف في 2 وأضرب ب في 3. بتفكرك شوية بالمصفوفات ولا أي حاجة مش فاهمها أصلا. ماشي اضرب ألف في 2 يبقى كام؟ 10 و6 يبقاش استحمى لا تفاحت. الب في 3 اضرب ب في 3 يا ابني سيب التليفون يا ابني وركز. -9 و12 هتعرف تجمع أو تطرح؟ يلا جمع 10 ناقص -9 و6 ناقص 12. شكرا. الدنيا خربانة ولا عمرانة؟ قول الحمد لله. ماشي 2 ألف يا خال آدم. ما تسرحش يا آدم. أنت جعان؟ ماشي اضرب ألف في 2 يا آدم يبقى 10 ل6. اضرب ب في 4 -12 و16. اضرب ج في 3 -3 15. مش هدخلها السالب دلوقتي. لا -3. اضرب ج في 3. هضرب ج في 3 وهسيب السالب بره. هضرب ج في 3 والسالب بره. ماشي يلا قلنا ايه بقى؟ اجمع كده 10 زائد -12 زائد 3. معايا يا بنتي 10 زائد -12 زائد 3 هيطلع 1. يلا ها 6 زائد 16 22 ناقص 15 7. بايظه الدنيا بجد. فاهمين؟ ربنا يستر. ايه ده يا خالد؟ معيار المنتجع ألف. جذر مربع السينات زائد مربع الصادات. ها 25 زائد 9 جذر 34 وطة. ما معنى وطة؟ وحدة طول. هنا بقى بيقيس انت فاهم ولا بلح. عاوز معيار 3 ألف ناقص 4 جنيه. هجيب اللي جوه الأول بعد كده معيار أمه. ماشي؟ نجيب 3 ألف الأول ناقص ال4 جنيه. مركز عشان ما تغلبش. أقول له 3 ألف ناقص ال4 جنيه. اضرب ألف في 3 يا ابني 15 9 4 في جنيه -4 20 طرح 19 طرح -11. نعمل ايه؟ نمعير بقى صح؟ مع ايه الألفاظ يا أستاذ؟ والله العظيم اديله معيار 19 تربيع زائد سالب 11 تربيع. هيطلع معاك رقم تليفون سيبه. اللي بعده اجيب مين؟ الشهنة رقم 4 سهل. معيار ألف يعني مربع السينات زائد مربع الصادات يعني جذر 25 زائد 9. مربع السين وربع الصاد. فهمت تحتها؟ نفس الفكرة. مش مشكلة الناتج. ها يا ولاد يا ابني يا نايم انت يا ابني صح الواد ده؟ طيب معلش. هنجيب معيار مين يا جدعان؟ هنجيب معيار مين؟ ب. هات لي معيار ألف يلا. احنا لسه جايبينه صح؟ جذر كام؟ 34. تعال نجيب معيار ب. كم ب يا ولاد؟ 9 زائد 16 يبقى هنا جذر 34 زائد 5. فين اللعبة؟ 5 زائد جذر. قول يا عسل. اسأليني. حاضر. احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ المتجه. المتجه بيكتب بكام شكل؟ احداثيات. هي حاجه اسمها كتابه المتجه بدلاله صوره كتابه متجه بدلاله متجهه الوحده الاساسيه. خلاص؟ يا اما يكون بالشكل ده يا ولاد كده يا اما يكون كده. والمعيار بيجي ازاي؟
جذر مربع السين زائد مربع الصاد. ودي شوية أفكار عليها. قلبت؟ طيب السؤال بقى اللي بعده بيقول لي ايه؟ طب ما عايزين نخلص. عايزين نخلص يا أستاذة. هنتكلم حاجة اسمها تساوي متجهين. تساوي متجهين. السؤال اللي معانا عندنا ألف متجه كام وكام؟ واحد صاد واحد. إيه متجه؟ بقول لك ألف متجه بيساوي مين؟ ب متجه. طبعا لو أنت عندك المتجه ده بيساوي المتجه ده فأنا هساوي السين بالسين والصاد بالصاد. كأنك بتساوي زوجين مرتبين يعني السينات مع السينات والصادات مع الصادات. فاهمينها؟ ولا شايفين؟ يعني حضرتك المتجه ده جمعته مع المتجه ده طلع بيساوي المتجه ده. عاوز تاني سين وصاد. قال لك أجمع الأول. أقول له إيه؟ 5 زائد 2 صاد زائد 7 بتساوي س و8 صح؟ ولا غلط؟ يبقى هنا كام؟ 7 بتساوي س وصاد زائد 7 بتساوي 8. أودي السبعة هناك يبقى س بكام يا جدعان؟ وصاد مسألة خلصت. صاد بكام؟ حط هنا واحد. 1 زائد 7 اللي بعده. لما تخلص بقى بعلم لي انت الامتحان وسيبه لي انا ماشي. ليه؟ الساعة 5. لسه بدري. الساعة 8. هنفطر مع بعض. طب ماشي خلاص. ماشي. مع السلامة يا أخويا مصري. اضرب س في سالب 3 بودة. بكرة بدري إنما بودة. ماشي؟ طاطا ماشي؟ بيحل الواجب؟ شاطر طاطا يا حبيبي. يلا نكمل بقى. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا بكيزة؟ بص اهو. هضرب س في سالب 3 وس في صاد. ده كله بيساوي 6 و18. انا حولتها. خد بالك عشان ساعات الراجل بيكون خبيث يكتب لك ال 18 صاد الاول بعد كده 6 س. فانت لازم تروح واخد الرقم الاول. لا تاخد السين الاول بعد كده الصاد. اما الحته دي كويس. هساوي الاول مع الاول صح؟ هو سالب 3 س بتساوي 6. نقسم على كام؟ يبقى س بتساوي سالب 2. فاهمين؟ يعني نجرب معايا؟ حبيبه معايا؟ ماشي. هرجع اقول له س صاد بتساوي 18 فهعوض عن س سالب 2 يبقى سالب 2 صاد بتساوي 18. اقسم على صاد بتساوي سالب 9. دي انا خربانه؟ انا حاسس ان دي سهله. اعيدها؟ رامي مش حاجه صح؟ كلها ولا من اول تاني؟ فاهمه؟ بجد ما تكسفيش. فاهمه والله؟ طيب السؤال اللي جاي تقيل سيكا. ايه دي؟ 5 وهنا في سين بره المتجه فاضرب السين جوه الاول. يقول له 5 مصاد زائد س في 2 ب 2 س سالب 3 س ناقص سالب 2 و1. ده اسمه صفر متجه يا اولاد. الصفر المتجه يكتب صفر وصفر. الصفر المتجه عباره عن صفر وصفر كاحداثيات. وساعات بيكتبوه كده يا جدعان. يبقى كده وكده. خلاص؟ هو انا هحل دي ازاي؟ هجمع السينات مع بعض يبقى 5 زائد 2 س زائد 2 وسواها بصفر. 5 زائد 2 س زائد 2 دخلنا السالب جوه سالب بصفر. صاد ناقص 3 س عشان موجب في سالب ايه؟ سالب. ناقص 1 بتساوي صفر. نجمع دول 7 زائد 2 س بتساوي صفر. ودي السبعة يبقى 2 س بتساوي سالب 7. نقسم على الاثنين سالب 3 على الاثنين صح؟ هنعوض عن كل س بسالب 3 على الاثنين. سالب 7 على الاثنين معلش. اسف معلش. هنعوض عن كل س بكام؟ سالب 7 على الاثنين.
يبقى صاد ناقص 3 في سالب 7 على 2 ناقص 1 يساوي 0. يبقى صاد سالب في سالب ايه؟ سالب 7 ب 21 على 2 ناقص 1 بتساوي 0. اودي الواحد من ايه؟ بعكس الشرط. يبقى صاد بتساوي 1 ناقص 21 على 2. كده جبنا قيمة مين؟ يبقى احنا هنا دخلنا السين، جمعنا السينات مع بعض وصلنا بصفر، والإحداث الثاني مع بعض وصلنا بصفر. آخر سؤال. جاهزين؟ نستحمل؟ آخر مسألة. إيه دي؟ ب متجه، وإيه ده؟ ماشي، هو الب إحداثياته سالب 3 و4، والجيم إحداثياته 5 وكام؟ بيقول لك عاوز معيار ألف. عشان أجيب معيار ألف أصلا لازم أجيب ألف. طب قال لك حيث 3 ألف متجه ناقص 2 ب بتساوي 4 ج متجه. أول حاجة أنت عاوز مين؟ يبقى ودي الباقي كله هناك. يبقى 3 ألف بتساوي 4 ج زائد 2 ب. صح؟ أنا عاوز ألف صح؟ أسيبها زي ما هي واضرب ج في 4. اضرب ج في كام؟ يعني اضرب مين؟ 4 في 5 ب 20 وسالب 4. يبقى 20 وسالب 4 زائد هضرب ب في 2 سالب 6 و8. انتوا معايا؟ 3 ألف بتساوي، يلا جمع 20 وسالب 6 14 سالب 4 و8 4. اقسم على الكام؟ لما اقسم على الثلاثه يبقى الالف متجه بيساوي 14 على 3 و4 على 3. بقى معايا مين؟ الف متجه. اعرف اجيب معياره؟ هات معيار جذر مربع السينات زائد مربع الصادات. واجيب الناتج.